شايفين الجمال؟ يلا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي مع بعض، وعملنا الكريب الجميل ده بالبطاطس ازاي. طريقة هنشوفها مع بعض دلوقتي سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لايك عليه، كمان ما تنسيش تروح على اول تعليق تلاقوني سايبة كل لينكاتي، وكمان تشيروا الفيديو ده لاصحابك وحبايبك. يلا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي مع بعض. تعالوا الاول كده نشوف المكونات بتاعتنا. معايا هنا فنجان حليب، معايا حبتين بطاطس قشرتهم وقطعتهم، اي تقطيعه كده مش هتفرق. طبعا هما نيين مش مستويين ولا مسلوقين، بس متقشرين ومتقطعين حبتين بطاطس كده. ومعايا حبتين بيض وكوبايه دقيق طبعا، وملح وفلفل وشويه بهارات كده هنشوفها مع بعض دلوقتي. اول حاجه هننزل بالبطاطس النيه كده. طبعا انا هشتغل بالهاند بلندر، ما عندكيش هاند بلندر في الخلاط وهتنزلي بكل حاجه كده. هنزل بالحليب وبالبيضتين، وهنزل طبعا فلفل اسود، رشه فلفل اسود حلوه كده، وكمان معلقه خل عشان زفرة البيض، ورشه بابريكا مدخنه، وهنزل بشويه بودره ثوم، وطبعا هملح، هظبط الملح بتاعي، وهخلط بقى بالهاند بلندر كل الكلام ده. البطاطس نيه مش مستويه ولا اي حاجه، زي ما قلت لك ممكن في الخلاط لو ما عندكيش هاند بلندر هتعملي الكلام ده في الخلاط. هضرب انا بقى كده وارجع لكم. كده خلاص، بعد ما ضربت البطاطس كده في الحليب اتاكدت ان ما عادش قطع بطاطس. هنزل دلوقتي بكوبايه الدقيق بتاعتي، وهنزل عليها برشه بيكنج باودر، وكمان رشه صغيره سكر، وهقلب بقى الخليط بتاعي كده. كده خلاص اتاكدت ان مفيش دقيق كده وخلطت كويس، بيبقى بالقوام ده مش تقيل، عايزاه خفيف كده. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونسويه مع بعض ونشوف هيبقى شكله ايه، وهيبقى احلى خبز بالبطاطس. يلا بينا نسويه. ولعت على الطاسه بتاعتي كده اللي هسوي فيها، وهنزل بنقطتين 2 زيت كده، حاجه بسيطه جدا كده، وهوزعها في الطاسه كلها. تسخن الطاسه ونبدا بقى نسوي في الخبز بتاعنا. هنزل بمغرفه واحده كده في النص، وهبدا اوزعه بقى كده. كده شايفين الفقاعات دي؟ معناته ان الخبز بتاعنا ناجح. هسيبها بقى على الجهه دي لحد ما تستوي. تعالوا بقى كده نقلبها على الجهه التانية. اخدت اللون الجميل ده، هسيبها برضو لحد ما تستوي على الجهه اللي تحت. الريحه دلوقتي ريحه بطاطس مشويه بجد، الريحه جامده. هتستوي كمان على الجهه التانية واشيلها ونعمل غيرها بنفس الطريقه. كده خلاص خلصت. تعالوا اوريكم الجهه التانية. ده بيكون شكلها من الجهه التانية كده. هي كده استوت من الجهتين. هشيلها بقى وهحطها في فوطه وهغطي عليها. طبعا انا خلاص ممكن بقى في تاني مره ما امسحش مسحه الزيت اللي احنا بنمسحها دي، خلاص هشتغل من غير زيت. المهم الطاسه بتاعتي تكون مش غير لاصقه، مغرفه واحده كده عشان انا مش عايزه يكون سميك. ببدا اوزع كده، مش عايزه قوامه يكون سميك، يعني مغرفه واحده وبوزعها بقى. يلا نقلب دي كمان كده. دي ما دهنتهاش انا زيت. لو لاحظتوا ان العجينه بتاعتي وكل الوصفه دي ما حطيتش فيها اي ماده دهنيه، يعني الوصفه دي صحيه 100%. ما حطيتش حتى معلقتين زيت وانا بخلط العجينه بتاعتي. ودي اللي انت تحطيه لو عايزه الوصفه تبقى يعني صحيه اكتر. حطي دقيق حبه كامله، هتكون صحيه جدا جدا. يعني بحاول في الشتاء نعمل وصفات تكون صحيه ومشبعه وكمان سهله.
سيبها بقى تستوي، وهكمل انا بقى الكميه دي عشان ما اطولش عليكم بنفس الطريقه دي، ونرجع واحنا مخلصين بقى ونشوف مع بعض. كده خلاص سويت الكميه كلها. طبعا زي ما قلت لكم بطلعها ما بين فوطه كده عشان تبقى طريه بالشكل ده. شايفين قد ايه طريه؟ طبقها كده جدا طريه وريحتها جميله. اللي عارف ريحه البطاطس المشويه هتبقى ريحه المخبوزات بتاعتنا دي، وصحيه زي ما قلت لك. لو عامله دايت تبقى الوصفه دي ليكي حلوه قوي قوي. تعالوا هنعمل حاجه حلوه كمان بيها. لو مش عايزه تاكليها كده على فكره تنفع تاكليها بقى جنب طبق سلطه كده وبيض مسلوق، لو انت في الفطار الصبح، جنب فول، جنب اي حاجه. عايزه اقولك تاكليها حتى لو محمره فراخ اي حاجه، هو كانه عيش عادي بس عملناه بالبطاطس. حلو قوي قوي وريحته تحفه. تعالوا نكمل ونشوف هنعمل ايه. يعني فكره كده من الافكار هنعملها مع بعض. الطاسه كده مكان الخبز على طول مش هغسلها، هنزل بقطعه زبده كده صغيره. طبعا النار شغاله بس مهدياها تسيح بس كده الزبده. ساحت الزبده كده وزعتها في الطاسه، وهجيب خبزه من اللي احنا مسويينها دي كده وهنزل بيها كده على الزبده. وهجيب بقى اي حشوه موجوده عندك. طبعا الحشوه ديت انا مجهزاها معاكم بس نزلتها على صفحه الفيس. عملنا الكميه دي بصدر فرخه واحد. الطريقه موجوده على الفيس طبعا، واكلنا منها كمان. هنزل بقى كده بشويه حلوين كده من الفراخ دي كده، وهنا هدي النار عشان عايزاها تتحمص بدون ما تتحرق. شويه موتزاريلا على الفراخ كده واديله ادي، ويا جمال ويا جمال. تتحمص بقى من تحت كده مع الزبده ونشوف هنعمل ايه سوا. تعالوا بقى كده نطبقها زي الكريب نصين كده. تسيح الجبن بقى بتاعتي كده وتتحمص. هقلبها على الجهه التانية كمان، الجهه اللي عليها الجبنه عشان تسيح الجبنه معايا اسرع. خلاص دي كده خلصت معايا. هعمل بقى كذا واحده بالطريقه دي ونشوفها في الاخر مع بعض. هشيل دي بقى واعمل التاني كذا واحده. كده خلاص سوينا الكميه دي. شايفين الجمال؟ جبنه سايحه حاجه كده تحفه. شوفوا شوفوا الجمال. تعالوا كده ندوق ونقول بسم الله. قد ايه طري. زبده، بجد زبده. الكريب طري، الحشوه والجبنه سايحه، بجد حكايه. عايزه اقول لكم انا اول واحده بس اللي عملتها معاكم ديت، اللي حمصتها في زبده الاول حطيت لها زبده، اما الباقي عملته كده بدون اي ماده دهنيه عشان يبقى صحي وحلو. يعني من اوله لاخره تقدري ما تحطيش فيه اي ماده دهنيه. ندوق كمان كده بجد. ما يتشبعش منه. زبده كانك بتاكلي زبده بجد. والحشوه كمان خطيره، طعمها رائع. حاطه فيها كمان سنه شطه كده. لو عايزين تعرفوا طريقه الحشوه مظبوطه روحوا على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك في اول تعليق. رهيبه بجد. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. انا متاكده هيعجبكم ومتاكده هتجربوه. بنصحك تعملي كميه وتشيليها عندك في الفريزر، اسحبي منها بقى براحتك. جوعتي كده بالليل في ليالي الشتاء الطويله دي، مش عارفه ليه الجوع بيجي بالليل، هتسحبي لك واحده من الفريزر. اي حشوه بقى عندك ان شاء الله تكون هتدهنيها جبنه او قطعه جبنه رومي اي حاجه. لانشون كمان ممكن تحشيها لانشون وتحمصيها كده في الطاسه، بجد تحفه. المهم حضري كميه تشيليها عندك في الفريزر، هتنفعك جدا جدا في ليالي الشتاء.